عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة ونعمة. مرحبا بالناس الكل على قناتي كوكينج ريما. اليوم كما قاعدين تشوفوا باش نعملوا كعبات ملاوي نودكم ومن شهيكم. جربوها ما تندموش، خاصة الوصفة اللي باش نعطيها لكم ما تشدش اليد، حاجة سهلة وفي متناول الجميع، سورتو للناس اللي تقول لك الملاوي تجيني يابسة. تبعوا الوصفة هذه وصدقوني ما تندموش. على صحفة، أنا جبت الصحفة هذيك باش نكيل بها. عملت صحفة سميد أرطب عليهم صحفة ونص فرينة. فما شكون يخدم الملاوي بالفرينة وحدها، فما شكون يخدمها بالسميد. أنا كيما قاعدة نوري فيكم وصفتي. وصفة اليوم صحفة سميد أرطب عليها صحفة ونص فرينة، شوية برسل مغرفة خميرة خبز، نزيد عليهم مغرفة ملح، هنا عملت زوزة لخاطر المغرفة اللي عندي صغيرة، وشوية سكر باش الخميرة متاعنا هذيك تتفاعل. وبالطبيعة كما قاعدين تشوفوا بعدت الملح على الخميرة باش ما تحرقهاش. بنفس المكيال متاع الصحفة استعملت زوز صحافي ماء، كيلت بنفس الصحفة الماء والفارينة والسميد، وباش نبدأ نعجن فيهم ونزيد في الماء بالطرف بالطرف كما قاعدين تشوفوا لين العجينة متاعي تتلم. هنا العجينة متاعنا راهي باش تلم، ماهيش تجيكم عجينة يابسة، لازمها تكون طرية تتحل عجينة في اليد والملمس متاعها طرية على الاخر. نوريكم كيفاش تحصلوا عليها. الملاوي تحب الراحة، معناها أنا باش نخدمها باش نخليها ترتاح ونعاود نخدمها مرة أخرى. فوالا هيك قاعدة تتخدم لين تتلم العجينة معنا. كي تتلم العجينة معنا باش نخليها في الصحفة متاعها، نصب عليها شوية زيت ونغطيها ونخليها ترتاح ساعة ساعتين. انتوما وقداش تحبوا ترتاح، كل واحد وكيفاش. تنجم ترتحوها ساعة يكفي، تنجم ترتحوها ساعتين، تنجم نص ساعة يكفيها زادا، جوست يلزمها ترتاح شوية. غطيتها باش ترتاح، هنا خليتها ساعة ورجعت لها كما قلت لكم انا راني مزروبة شوية. الاستوس الثاني اللي الملاوي تجيبيه طرية وباش تتنفخ لكم، جبت فنجان والا كاس باش نحط فيه زبدة، بنفس الكاس كيلت زيت وذوبتهم هاكم في الصحفة عندي. جبت 7 مغارف سميد أرطب عليهم شطر باكو خميرة مرطبات. 7 مغارف سميد أرطب عليهم شطر باكو خميرة مرطبات. توا العجينة متاعي خليتها ترتاح وحضرت المقادير هذوما. الزبدة والزيت باش يرطبونا الخبز الملاوي وباش يخليه طري، والخميرة والسميد باش يخليها مورقة. وتو تشوفوا لاستوس، شوفوا العجينة اللي عندي بسم الله ما شاء الله هاكا كيما تشوفوا. نبدأ نكابر في العجينة متاعي، شوفوها كيفاش رطبة، وباش نبدأ نكابر فيها بالطرف بالطرف كما قاعدين تشوفوا. راني نقص فيها هذيك المكيال اللي عندي سورتو للملاوي، ندور العجينة متاعي ونخرجها. شفتوها العجينة قداش رطبة، فوالا باش نقصهم الكل هكاكا نستويهم وباش نحطهم في طبق باش نحط عليهم زيت ونغطيهم. ونبدأ توا نخدم بالكعبة بالكعبة. حطيت على البلان دو ترافاي متاعي الزيت وباش نبدأ نخدم فيهم. الكعبات الاخرين باش نغطيهم بالبابي سيلوفان، مش واضحة برشا في الفيديو، هاكا غطيتهم وباش نبدأ نخدم. اللي كعبرتها الاخرانية هي اللي باش نبدأ بها هاكم كيما قاعدين تشوفوا. توا باش نبداو بسم الله، باش نبدأ نحل في العجينة. راهي العجينة كيما قاعدين تشوفوا راهي الطاوع سميد وفارينة ويرتاحوا شوية، ونبدأ نحل فيهم بالزيت والزبدة اللي عندي. نحل نغطس يدي في الزيت والزبدة ونعاود نحل. شوفوا العجينة كيفاه نقلبها وباش نعملها على جناب الكل بالزيت والزبدة، سورتو لجناب. تعرفوا لجناب اللي في الملاوي هما الماكسيموم تاع العباد كي يجيوهم لجناب هما اللي يتكرمشوا.
توا باش نعمل ذرة سميد وخميرة وذرة زيت وزبدة، وكي نطوي نعاود نحط يدي في الزيت والزبدة ونحلها ونبدأ نطوي فيها على 3. كعبة هذه كملتها، باش نخليها ترتاح ونكمل البقية كما قاعدين تشوفوا. هاي كعبتي قاعدة ترتاح، حطيت التوا متاعي ولا المقلة اللي عندي كل واحد وكيفاش باش يستعمل تسخن لو طون اللي انا نحضر الكعبة الاولى والثانية ونبدأ نطيب في الملاوي اللي عندي. شوفوا العجينة كي تطوع كل ما تحلها تجي معاك ما ترجعش، واقلبوها راوي تخدموها زيت وزبدة من تاني ومن قدام، ما تخليوش الشيرة القدامية تخدموها بالزيت والزبدة والداخلين كي تقلب خاطر من بعد كي باش تطويوها يقعد الداخل يقعد شايح ما يجيكمش مورقة الملاوي. شفتوها لا تقطعت لا صار لها حتى شيء، اوكا حتى كي هزيتها كيما هي. شوفوا العجينة بسم الله ما شاء الله طاوع سميد وفارينة كما قلت لكم. انا الوصفة متاعي هكا، اللي يحب يعمل فارينة يعمل، اللي يحب يعمل مستنس يعمل سميد يعمل. انا حبيت نودكم بالوصفة هذه سهلة ما تشدش اليد، وخاصة للناس اللي مستصعبين الملاوي. الزيت والزبدة على اطراف الكل نحلها ونطويها. قد ما تحطوا لها زيت وزبدة تجيكم طرية وتشدكم أكثر وقت. أنا ما نعملش كل ديما الملاوي الحق، أما كي نعمل متاع 3-4 أيام ونحط الباقي في الكونجيلاتور. صدقوني كي نخرجهم من الكونجيلاتور ونحطهم جوست في الكوشة يسخنوا كأني طيبتهم تو، خاصة كما قلت لكم متشربين الزيت والزبدة ما يصيرون لهم حتى شيء. توا الكعبات اللي قعدت طويتهم الأولانيين، الكعبة الأولانية هي اللي باش نبدأ بها، الأخرانية ديما نخليها. أول كعبة بديت بها توا باش نحلها وباش نبدأ طيب الملاوي متاعي في القلاية. أنا نوري فيكم بالطرف باش تشوفوا إيش نية طيبنا، خاطر برشا عباد ما ينجمش يوريك باش يقعد برشا يقول لك أنا نقعد نوري فيك كيفاش تتحل كيفاش. الملاوي هي غنية عن تعريف لكن زادة فيها شوية خدمة. تحبوا تجيكم حاجة بنينة وتاكلوها، فوالا هنا حطيتها في القلاية متاعي دقيقتين وباش نبدلها على القفاء. اخزروا لي لهنا ما قربتش برشا الكاميرا، اما باش تشوفوا اهاكم فوقها طلعوا باش تنفخ. اتم بعد نوريكم. بالكعبة هايكا شفتوا كيفاش قاعدة تتنفخ. اخزر كل من مسها اغزروا الكعبة كيفاش قاعدة تتنفخ. جاو طريين بنان وصدقوني ما كيفهمش، خاصة كما قلت لكم راهي الناس اللي مش متعودة تطيب الملاوي الوصفة هذه راهي باش تجيكم بقدرة ربي ناجحة من أول تطيبة. اي سورتو طريين. اوكي قعدت نطيب بالكعبة لين نكملهم الكل. فوالا شوفوا الكعبة توا باش نزيد الكعبة الثانية. وتوا تشوفوا باش نوريكم كيفاش قاعدين يتنفخوا. هاكم قاعدين الفقاعات كل ما يبداو الفقاعات يظهروا دقيقة من زمان تقلبوا على الوجه الاخر باش ما يقعدت لكمش وجه طايب بالكدا ووجه لا. شوفوا دوب ما قلبتها اخزروا لي
هايكا في الكاميرا ظاهرة، في الفيديو ظاهر، أغزر كي تنفخ بسم الله ما شاء الله. صدقوني الملاوي هذه جربوها ما تندموش. كملت الكعيبات متاعي وقاعدة نكمل في الكعبات الأخرين وبنفس المنوال. تبعوه وتو تشوفوا كيفاش تجيكم. فوالا قاعدة نكمل فيهم بالطرف بالطرف. الزيت والزبدة ما نستغناوش عليهم، زيت وزبدة ونبداو نحلو. فوالا وهنا زربت شوية في الفيديو. نخدموا كعباتنا الكل ساهلين، تبعوا كما قلت لكم وما تندموش. زيت وزبدة ونرشوا عليهم السميد والخميرة وباش يطلعوا لكم كعبات بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكعبة كيفاش طرية ومورقة، خاصة للناس اللي أول مرة تعمل ملاوي. إن شاء الله تجربوا الوصفة، إن شاء الله وصفتي عجبتكم، إن شاء الله ذوقوا الملاوي وتبعوا الوصفة هذه ونرجع لكم في وصفات أخرى. إن شاء الله نهاركم زين.